مرحبا بكم معنا في واحد القصة اللي جديدة ومتنوعة على القصص الآخرين اللي فاتوا عندنا في القناة. هاد القصة هادي وقعت لواحد الشخص اللي سميتو حمزة، وقال لي أنني نرويها لكم باسم تاعي أنا محمد. في واحد الدوار معزول بعيد على الطريق الوطني كانت كاينة واحد الأرض اللي كيعيطوا ليها بالحومة التحتانية. الناس ما كيدخلوش ليها بالليل وما كيهضروش عليها بأمها، كيقولوا هاد الأرض معامرة ولكن ماشي بنات. حتى لواحد النهار غتجيبني القدرة أنني نخدم أستاذ في ديك المنطقة. جيت مع العلم أنا ما عارفش بلي الأرض مسكونة. مشيت قلبت ودرت على واحد الدار اللي قريبة لداك الأرض، ولقيتها بواحد الثمن اللي رخيص بزاف. صافي تفاهمت مع مولات الدار عطاتني السوارت. تميت غادي بحالي حتى كتعيط ليا، قلت ليها اجي نوصيك واحد الوصاية وسمعها مني. إلا سمعتي شي واحد كيعيط ليك بالليل فبلا ما تجاوب، حيت انايا ديك الهضرة ديالها بحال اللي ما ديتها شوية. ضحكت وقلت لها لا ما تخافيش، حسبتها خرافة ولا نتاع شي واحد كيضحك معايا. ما درتش داك الهضرة في بالي ومشيت بحال حتى للدار. دوزت داك النهار بخير وعلى خير، وجات اول ليلة اللي كان كلشي فيها واعد، حتى تناصص الليل وسمعت صوت كيعيط: حمزة جاي من تحت الارض. تجمدت في بلاصتي وقلت مع راسي كنحلم، ولكن الصوت رجع قريب: حمزة خرج شوية. الصوت كان بنفس النبرة د الوالدة ديالي. شديت فراسي بيدي وسديت ودني وقرأت آية الكرسي حتى داني النعاس. وأخيرا طلع الصباح ودازت ديك الليلة المنحوسة. خرجت